بسم الله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وهذا الرد على هؤلاء الغلاة اليوم. وفي الأصل هؤلاء أخذوا أصل من أصول المعتزلة، كفروا الشاك في الشاك في الشاك في الشاك، ولم يفرقوا بين المسائل الخبرية والمسائل العقلية. وهذا اعتقاد الشافعي رحمة الله عليه. قال يونس بن عبد الأعلى المصري: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به، فقال: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها أنبياؤه وخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله كانت لديه الحجة أن القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه لا يجوز خلافه. هذا متفق عليه. أو الخلاف: فإن خالفه بعد ثبوت الحجة عليه به فهو بالله كافر. فأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر، يعني من جهة السماع، إما من الكتاب أو من السنة، فهو معذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ونحو ذلك. فهناك مسائل خبرية يعذر فيها الجاهل بجهله في مسألة الصفات، وهناك مسائل فطرية وعقلية لا يعذر بها الجاهل بجهله في مسألة الصفات، مثل مسألة العلو مثلا. الذي ينفي علو الله تبارك وتعالى هذا لا يعذر بالجهل، واضح؟ أما المسائل الخبرية فمعذور حتى يأتي له الخبر، كما قال الإمام رحمة الله عليه، وهو اعتقاد أهل السنة والأثر كلهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.